تخيل معايا مدينة كاملة اختفت من على وش الأرض، سابت وراها لغز حير الكل. أطلانتس الصحراء، أو مدينة الألف لغز زي ما اتذكرت في القرآن الكريم كدليل على قدرة ربنا. جهزوا نفسكم، عندي حكاية هتخليكوا كل لما تشوفوا الصحراء تسألوا عن اللي مستخبي تحتها. في زمن بعيد جدا، في مكان ما في أعماق الصحراء، هناك عاش قوم عاد. ربنا اداهم قوة في الأجسام وحضارة ملهاش مثيل. كانوا بيبنوا مباني عظيمة، أعمدة ضخمة، وحضارتهم كانت متطورة جدا. ومن قلب الواحة دي قامت مدينتهم العظيمة اللي توصفت بأنها جنة الله في الأرض. المدينة دي ما كانتش مدينة عادية، دي كانت أسطورة. بيوتها كانت مبنية بأعمدة ضخمة ما شفتهاش قبل كده، شوارعها واسعة ونظيفة، وجناينها كانت مليانة أشجار وفاكهة ومية جارية في كل حتة. كانوا أغنياء جدا، بيمتلكوا كنوز لا توصف، ذهب وياقوت ومجوهرات. لكن مع كل النعم دي الغرور والطغيان دخل قلوبهم. بيقال إن أهل إرم ذات العماد لما زاد غناهم وقوتهم بقوا متكبرين ومغرورين، طغوا في الأرض وظلموا العباد وعبدوا الأوثان من دون ربنا. هنا ربنا سبحانه وتعالى بعت لهم سيدنا هود، واحد منهم، عشان ينذرهم ويرجعهم لطريق الحق والعبادة. سيدنا هود عليه السلام حاول بكل الطرق يهدي قومه، نصحهم كتير، ذكرهم بنعم ربنا عليهم وحذرهم من العذاب. لكن قوم عاد كذبوا سيدنا هود وسخروا منه وقالوا: مين أقوى مننا؟ مين يقدر يهزمنا؟ استمروا في كفرهم وطغيانهم ومرضيوش يسمعوا نصيحة نبيهم. وهنا بقى جه وقت العقاب. في ليلة واحدة ومن غير أي سابق إنذار، ربنا سبحانه وتعالى أرسل عليهم رياح عاتية. رياح كانت قوية جدا لدرجة إنها غيرت كل حاجة. رياح دمرت بيوتهم وأعمدتهم الضخمة، ودمرت مدينتهم العظيمة اللي كانوا فاكرين إنها حصن منيع، زي ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة الفجر. كأن الأرض انشقت وبلعتها، أو كأن عاصفة رملية مدمرة نزلت عليها من السماء ودفنتها للأبد، ما خلتش ليها أي أثر على وش الأرض. بقى ده عقاب ليهم ودليل على قوة ربنا وعظمته، وعبرة لكل طاغي ومتكبر. من وقتها إرم ذات العماد بقت مجرد أسطورة، حكاية بتتقال في الليالي الطويلة في الصحراء. المؤرخين والرحالة اللي بعد كده حاولوا يدوروا عليها، بس محدش قدر يلاقي أي دليل مادي قاطع على وجودها. لكن الغريب إن في حكايات كتير عن ناس ضلوا طريقهم في الصحراء، وبالذات في مناطق معينة، بيحلفوا إنهم شافوا حاجات غريبة. في اللي قال إنه شاف أعمدة ضخمة بتظهر وتختفي في السراب كأنها أشباح لمدينة قديمة، وفي اللي أقسم إنه سمع أصوات همس غريبة بتيجي من تحت الرمال، كأنها أصوات ناس بتتكلم من عالم تاني. ساعات بتكون همسات عن كنوز ضخمة مدفونة، وساعات بتكون مجرد أصوات حزينة بتدل على مدينة ماتت ومحدش يعرف قبرها فين. العلماء لسه لحد دلوقتي بيحاولوا يحلوا اللغز ده. يا ترى إيه هو السر الحقيقي وراء اختفائها المذكور في القرآن؟ وإزاي اختفت كده من غير أي أثر؟ في نظريات حديثة بتتكلم عن اكتشافات محتملة باستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية لآثار مدن مدفونة تحت الرمال. هل ممكن تكون واحدة منهم هي إرم ذات العماد؟ قصة إرم ذات العماد مش مجرد حكاية مدينة ضاعت، دي قصة بتورينا قد إيه التاريخ ممكن يكون مليان أسرار لسه ما اكتشفناهاش، وقد إيه قوة الطبيعة أو حتى قوة العقاب الإلهي ممكن تكون مرعبة ومجهولة. بتورينا إن في كنوز مش بس من الذهب، لأ، دي كنوز من الألغاز والأساطير اللي هتفضل تحير عقولنا الأجيال وأجيال. وكمان بتأكد لنا قد إيه القرآن الكريم بيحمل أسرار وحقائق تاريخية لسه العلماء بيكتشفوا أبعادها كل يوم.
تفتكروا إن إرم ذات العماد دي ممكن يتم الكشف عن مكانها بالكامل قريب؟ وهل لو عرفتوا مكانها هتقدروا تروحوا وتدوروا على أسرارها المخفية؟ شاركوني في التعليقات، وما تنسوش اللايك ومشاركة الحلقة مع كل اللي بيحبوا الغموض، وتشتركوا في القناة عشان توصل لكم كل حكاياتنا المرعبة. سلام.